تعديت امس ذكرى وفاة نجيب الخطاب. الإذاعة اللي نسمعها حتى بالصدفة، الجريدة اللي نتصفحها، الكل يحكيوا على نجيب الخطاب، أيقونة التلفزيون والمنشط الأول في تونس الذي أشع في العالم العربي. باهي نتفكروا الصحفيين والمنشطين اللي خدموا هالمهنة، لكن علاش مريرة في العام؟ زوروني كل سنة مرة. الوفاء بالمناسبة نحكي على الوفاء بالألف واللام، مش على وفاء ما عيني في مشاكل. هل في ثقافتنا، هل في القيم المشتركة متاعنا احنا الشعب العظيم الذي أذهل العالم، هل من ثوابتنا نعترفوا للي سبقنا؟ ببساطة لا. ونحكي على المجال اللي نظن روحي عرفت شوية منه. لو نجيب جاء حي واخطر له يهبط اللفايات يمشي يشرب قهوة في الإذاعة، عادي بيهم هدوها البيوفات، ما نعرفش بناوها ولا خلاوها بطحة ينفخ فيها الريح. نجيب الخطاب ما ينجمش يدخل الإذاعة، وحتى التلفز اللي كان منشطها الأول وأيقونتها يلزم مدير يعمل له بطاقة دخول باش ينجم يعتبها. هذاك القانون شكون عمله؟ حد ما يعرف. كي هو خايب علاش ما يتبدلش؟ حد ما يعطيك الإجابة. الأغلب ثم روح شيطانية تحكم في تقاليد المؤسسات الإعلامية العمومية، الإذاعة والتلفزيون. في 71 شارع الحرية ما تعرضك حتى تصويرة حتى منشط أو مذيع أو مطرب أو عازف أو ممثل أو تقني، رغم عملنا معرض ممتاز في الذكرى 70 لتأسيس الإذاعة في قاعة الأخبار بالعاصمة عام 2008. شابعة تصاور حضرناهم يا لندراوي نمشيو. إذا نحبوا نغيروا واقعنا يلزم احنا نتغيروا، يلزم القطع مع العلاقات العمودية والسهم في اتجاه واحد من الأعلى إلى الأسفل. ثم رب واحد، البقية الكل يلزم علاقات أفقية، لك عرفي ولاني صانعك. يلزم نحرروا أولادنا من الأفكار المسبقة والأحكام الجاهزة، من ثقافة أولاد البلاد وكبار الحومة والزمن الجميل، ويا حسرة على قبل الكل كذب. أنا هو الزمن الجميل وقت فرنسا كانت تحكم فينا، وقت الاستعمار، وقت الصادق بي مقيل بكبيته مصطفى بن اسماعيل، هذاك زمن جميل. حتى اللي مسمينه عصر ذهبي للإسلام والخلفاء الراشدين، اللي تقتله هو يصلي بالناس، اللي تقتل في داره وتحاربوا بينات بعضهم الصحابة، كبار الصحابة. 6 من اللي مبشرين بالجنة ماتوا مقتولين، 6 على 10. الحاصل يلزم نبطلوا إنتاج آبائنا. يقول عبد الله القصيمي، وهذا سعودي سابق عصره، يقول في كتابه العرب ظاهرة صوتية: كل الشعوب تلد أجيالا جديدة إلا نحن نلد آباءنا وأجدادنا. كل الأمم عرضت تاريخها إلى النقد إلا بني يعرب. كل الأمم نزعت القداسة عن تراثها إلا العرب. كل الأمم تتطلع إلى مستقبل يقطع مع مساوئ ماضيها إلا العرب، يرون مستقبلهم في عودة الماضي. ناس ماتت عندها مئات السنين وما زلنا لليوم نفليو في الكتب ونستفتيو الشيوخة ايش قالوا الفقهاء في الموضوع الفلاني. قالوا الوقت هما مش الوقتنا احنا. نجيب الخطاب اللي يتبكاو عليه وما سمعتش شكون بذل ربع مجهود باش يعطي معلومة مش معروفة، كلام ممجوج يتعاود كل عام. نجيب كان يتسب كل نهار اثنين في الجرايد، بعض اللي كانوا يقشتلوا فيه كيمات كتبوا فيه المدايح والأذكار. يحكي لي مسؤول سابق بالتلفزة الوطنية، مرة وقفوا برنامج نجيب الخطاب في التلفزة، البي دي جي وقتها عبد الحفيظ الهرقان الله يذكره بالخير، المدير محمد عبد الكافي الله يرحمه مدير قناة 7. نجيب متعدي في الساحة قدام البيوفات اللي كانت بيوفات. محمد عبد الكافي مدير التلفزة مد يده باش يسلم، نجيب تجاهله وما كلموش. علاش نحكيها الحادثة هذه؟ صحيح نجيب كان رابط مع محيط الرئيس بن علي
ومنافسيه في التلفزه اللي تعرفوهم بالاسم، كل واحد مع شكون لاحم. وبن علي كان يتفرج في نجيب، ونجيب يعرف اللي بن علي يستناه في سهرية السبت. لكن نجيب الخطاب ما كانش لحاس، ما كان الصباب، كان بخشمه، عنده همة. يحكي لي الصادق بوعبان اللي كان مدير قناة 7 وقت توفى نجيب الخطاب، نهار كلمه طارق حرار من فريق نجيب ومن أقرب مساعديه في الإنتاج، قال الصادق راهو نجيب تعب وهزوه للكلينيك. بعد شوية الصادق طلبه، قال له نجيب ارتاح السبت هذا، كان يخدم جمعة بجمعة مع حاتم بن عمار. الطبيب قال نجيب لازمك الراحة التامة وتنقص من الدخان. الصادق قال نجيب ارتاح توا ندبر راسي. كمل مع نجيب وطلب فتحي الهويدي رئيس المؤسسة، أعلموا اللي نجيب متقلق، واقترح عليه قال له سي فتحي كان تكلم نجيب تكون حاجة باهية منك. يمكن بعد ساعة نجيب اللي كان مقتنع انه يلزمه يرتاح الاسبوع هذاك طلب الصادق بوعبان قال له يا سي الصادق سي فتحي كان معايا في التليفون فوق النص ساعة وسأل عليا يطمئن على صحتي، كان فرحان طاير طيران. اللي رئيس المؤسسة تفكر وسأل عليه ووصاه يتلاقى بصحته. شفتوا الكلمة الطيبة شو مفعولها؟ الكلمة الطيبة مش أذية الناس. يطلع لك وزير يقول لك جيت نحارب في الفساد في الوزارة، اخدم يا هم، أكبر فساد أنك تهمل واجباتك. ثم تفقدية وهيئات رقابية وأوديت تدقيق. يزيوا من الأفلام واعطيوا الثقة في الناس اللي يخدموا معاكم وقولوا فيهم كلمة طيبة، مش تعزلوا وتعفيوا على تدوينة فيسبوك. آخر ما سمعت مدير عام في وزارة الثقافة نسميه شاكر الشيخ، ما صارت له خلافات قبل مع وزراء ولا واحد أعفاه من مهمته. معناه السيد شد الدار. نهار التالي نقرأ قرار إنهاء مهام مندوب الثقافة متاع سوسة اللي عنده 14 عام غادي في نفس الولاية. شوية قدر قول بدلته عينته بلا سخرة. إنهاء مهام شو الرسالة؟ تحسوا كأنه طلعتوا سارق ولا عامل عملة. لا في الإذاعة في شارع الحرية ولا في التلفزة ثم أي تصويرة لأي رئيس مدير عام سابق أو مدير أو رئيس تحرير أخبار اللي يمشي على روحه بالوقت تنساه، وخاصة مع التعيينات اللي ولات كي قصة النوفي. نجم تطلع نوفي كيما تجيك حشيش أو تطلع لك قرعة، مسؤولين بالصدفة ما يعرفوا حد، مشكلتهم بنوات ليسانس والامتيازات وبأقل غلطة باش يطولوا على الكرسي. بعد تليفون رئيس المؤسسة ليه رجعت الروح في نجيب الخطاب وقرر يخدم السبت هذاك آخر سبت في حياته. قال الصادق بوعبان مدير قناة 7 تو نجي نهار الجمعة نقف على المونتاج باش نعمل حلقة خاصة بالفنان محمد بن علي علولو ولد أم تراكي مازال كي توفى. نجيب خطط يفرش استوديو بالورد ويعدي مقتطفات من أعمال الراحل ويستدعي أصحابه والناس اللي خدمت معاه. كان المفروض كي يجي نهار الجمعة يكلم الصادق باش يشوف، جا وروح من غادي لغادي ما طولش. سأل عليه الصادق بوعبان قالوا له روح تعب. في ماضي ساعتين متاع الصباح التليفون فيكس ينوقز في دار الصادق بوعبان مدير قناة 7، ما حبش يهز. شو الأخبار اللي باش يجيك في البلاد هذه في الوقت هذاك؟ اللي يطلب ما سلمش، تليفون باقي ينوقز. وقتها الصادق رفع السماعة يلقاه حاتم بن عمارة قال له أخلق ترانا في كلينيك التوفيق ونجيب تعب برشا. توصل الصادق يلقى صاحب الأمانة هزمانته. من الحاجات اللي ما ننساهاش واحد من اللي خلطت على نجيب الخطاب المشاكسات متاع نجيب المحمد بوغنيم يرحمهم الاثنين. بوغنيم لسانه لاذع، نجيب كان يربش ويبربش ينرفزوا يهبل بوغنيم ويبدا يكرطش في كل ورات التلفزة ما يهمه في حد. نجيب في اجتماع يحضروا في حفل مهرجان اتحاد اذاعات الدول العربية، حاضرين المديرين الكل اذاعة وتلفزة ومن الاسبوع. نجيب قدم قائمة الفنانين اللي ناوي يبرمجهم، سمى محمد الجبالي مازال في طلوعه يقوم مدير من المسامر المصددة ومازال اليوم موجود.
قال له شنو هو باش تجيب لنا هاك الحجام للازبو؟ وكبش نجيب وقال له اسمه محمد الجبالي ويعرف يغني. اللي احياوا ذكرى وفاة نجيب الخطاب غفلوا على خبر وفاة ناجي الشعري الصحافي والنقابي، على خبر وفاة ملكة بالخامسة. فارقتنا نهار الخميس 20 ابريل وتدفنت نهار العيد. وقت حضرنا لمهرجان الاذاعة الاول عام 2008 مشيت لها لدارها اني وكريمة الوسلاتي. محلاها هاك المرأة تسكن في باردو. ملكة بالخامسة أول مذيعة قالت بصوتها هنا تونس، أول امرأة سمعت في الإذاعة الوطنية. بدأت قصتها مع الإذاعة وقت تروح بوها من مصر، قرا في الأزهر، جاب معاه راديون من نوع TSF، تغرمت بمذيع اسمه خليل الصبار. الإذاعة التونسية أم الإذاعات تأسست عام 38، عام 44 نقلت لساحة العملة، هزها والدها، شاركت في حفلة للأطفال، المنشطة جزائرية اسمها سعدية الجزيري، صغيرات كانوا يقدموا الأناشيد والمحفوظات. جرب توا خدم مذيعة جزائرية أو مغربية أو ليبية، كان سطرك ربي يولي لك دوسي فساد إذا ما قالوش مصاحبها. يقول لك من قلت التوانسة تخدموا في البراينية، احنا هكاك ننساو اللي عادل يوسف مصري، واللي عمر البرناوي جزيري، واللي بيرم التونسي اللي احتضنته مصر تونسي، واللي الخضر حسين شيخ الازهر في القاهرة جريدي هج من بلاده لانه تظلم فيها وما لقاش حقه. وقت عمرها 14 عام ملكة بالخامسة غنات قدام الفنان سيد شطة اقبل البدر علينا، اللي غناوها الغنوشي دراوينهم هاك الالاف. عجبته، بوها كان يشجع فيها تحفظ القرآن وتغني لأم كلثوم. عام 47 الإذاعة نظمت مناظرة لانتداب مذيعين ومذيعات، مديرها وقتها نور الدين بن محمود. بوها قال لها امشي شارك في المناظرة، طلبوا منهم يقراوا نص بالفصحى قدام اللجنة من غير أغلاط. هاو بزهرها ثم عضو اسمه الشيخ الجمودي، احنا زهرنا بالشيوخة، تعرض قال ملكة بالخامسة لا صوتها عورة. اللجنة سجلت ملاحظته وبعثته هو ملاحظته. ملكة بالخامسة كانت أول امرأة تتكلم في الإذاعة التونسية، قالت هنا تونس. شكون كان معاها من المذيعين؟ مصطفى الفيلالي من بعد ولا وزير ونقابي، ومحجوب بن ميلاد. من الصحفيين أحمد معالي، محمد بن سالم، عبد المجيد بن جدو، خوها علي بن خامسة، والهادي بن خامسة اللي تزوجته من بعد، اللي سميتهم لكم هما النواة الأولى للإذاعة الوطنية ونواة فرقة التمثيل اللي قالوا لي ما أنجد شيء على غير عادتها في شهر رمضان. ويبدو كما مشاو بخطان حثيثة في تذويب الفرقة الموسيقية للإذاعة، خذوا قرار هدم في فرقة التمثيل اللي يخرج تقاعد ما يتعوضش. المنسقين اللي تذكروا ملكة بالخامسة خدموا معاها المكي بن حمادي، الهادي الغالي، والتقني عز الدين التركي، وخلطوا ناس اخرين من بعد، زبيدة بشير وناجية ثامر أصلها من سوريا وراجلها جزيري، ونجوى إكرام اللي تعرفت بالعاشرة ليلا احترام الجار. توا نص الليل جارك يبدا ينقل في طاولة أو يكر في كرسي أو يحفر بالشنيال، وكي تكلم يقولك عاد شبيه أنا ساهرين وما فضيتش في النهار. نجوى إكرام كانت ممثلة في فرقة الإذاعة. أول برنامج قدمته ملكة بالخامسة من وراء حجاب، ولحقت هند عزوز كانت تقدم باسم فتاة بني سليم، وليلى الريحاني. بعد الاستقلال قدمت ملكة بالخامسة برنامج بعنوان بين السيدات مع ناجية ثامر. مدير الإذاعة بشير المهذبي هو اللي حب على البرنامج، والتحقت بهم عليا ببو، سيدة عليا، وزادت فضيلة ختمي، ونايلة بن عمار أم طارق بن عمار، أخت وسيلة بورقيبة، والسيدة المحرزي. وكلفتها إدارة الإذاعة ببرنامج جديد بين البيت والشارع مع هند عزوز. النص كان يكتبه توفيق بوغدير، بو السينمائي فريد بوغدير، وكان خطه خايب. وخدمت سنوات مذيعة ربط، وتخصصت في برنامج الأسرة تقدم ساعة كل يوم مباشر. ملكة بالخامسة كانت تمشي الإذاعة لابسة السفساري، ومنحاته كان عام 57 بعد صدور مجلة الأحوال الشخصية. توا الزمن هذا اللي نحكي لكم عليه زمن جميل، ولا تمشيوش بعد 20 عام باش تقولوا على حكم النهضة
وبعدها العلو الشاهق متاع قيس سعيد تقولوا عليه زمن جميل، ويا حسرة لا إله إلا الله.